وليهب بركة الإسراء وأن أكون بشر كل راء وليهب بركة الإسراء وأن أكون بشر كل راء وليهب كوني ككل مرسل واجعل حروفي كفعال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وهب لي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين القوم الفاسقين عاصما من لوم صل صلاة لي حياتي تؤمن من المكاره معا يا مؤمن مع سلام يدفع الرذايا لغير ذاتي يجلب المذايا لي أبدا بغير كد وعمل على الذي لي يوصل الأمل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ولتشكر الذي هنا أقول يا خير من ينحو له معقول كتاب ربي إنك الكتاب وفيك قال ذلك الكتاب زنت مكاتب لوجه منزلك بك ووزني للجنان ينسلك رافقتني مشيعا للجنة دار القرار والمنى والمنة جعلتك الدهر خليلا يا حبيب يا من غنيت بك عن كل طبيب بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقود أجرا لا يريم أغنيتني عصمتني كرمتني حفظتني ملكتني بشرتني كون لي منزلك البقاء بك وقاد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تمليك خير منزلي من خير منزل يصفي نزلي نفيت شكي وعداي والتهم إلى سواي لي كشفت من بهم يقودني معك يا كتاب من قال فيك ذلك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل وما طلبت منك يا رب فعل فصل عني بسلام سرمدا على الذي يقود لي ما حمدا بلا مشقة ولا عناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجز به عني جندك الكرام مرادهم منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رضيت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير سميع صل صلاة عمري تبشر بلا انتهاء يا من لديه البشر مع سلام يدفع الشقاء لغير ذاتي يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجعل خطي أنفع البرور على الذي وهبت لي محبته وقدت لي كونك لي وخدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل به أعلى رضا أعراضي يا جاعل الأعظم في أغراضي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين كل ما لم ترضه لي فزد بالعلماء صل صلاة ظاهري تكمله مجملا وباطني تجمله مع سلام قائد أو صالي للخير في الغدو والآصال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال يا الله يا رحمن يا رحيم يا
ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي مع هوايا ولي تقود ما اقتضى دعوايا قدت لي الخيور من دنياك وقدت لي مع الرضا ثنياك سقت المفاسد لغير ذاتي وقدت للأعظم في لذاتي صل صلاة برضائي عنك تشهد لي وبازدياد منك مع سلام لي يخلد اليقين تجعلني به سرور المتقين على الذي يسره ميزاني في كل ساعة بلا أحزان سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وحل به بيني وبين السوء في أبد يا مذهب المسيء واجمع به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زحزحت فضلا لسواي النار وقدت للدرهم والدينار ولي في كليهما باركت يا نافع يا مصفي النعمة يا وحلت بيني أبدا وبين ما يستعاذ منه منك عونا صل صلاة كل فاسد تسوق لغير ذاتي لي تديم ربح سوق بلا خروج مع سلام فائق لي يجود أبدا بلائق على الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال كما به حققت الاتصالا يليق بي والتقن انفصالا يا جاعلا خطي فوق ظني وظن غيري يا عظيم المن يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي سؤلي وما فاق المراد بلا اعتراض وجلوت للمراد صل صلاة بفلاح تشهد لي بسلام بصلاح يشهد لي على الذي كفيتني اللعين به وما لم ترده لي يا معين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وشد بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لومي أوصلت لي لقنتني فسرت لي لا شك فيما من علاك جدت لي ألنت لي بلا أذن فرحتني لينت لي أكرمتني مدحتني مددت لي يسرت لي ملكتني محوت ما يسوءني مكنتني أذهب به وليجد بعصمه ومد لي خيرا بغير صدمه أبق لي الملك وعني صليا مسلما على النبي وكليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنلتني فوزا ولبا حاصما ممن يرى في أبد مقاسما صل صلاة لا تزال فاتحة أبواب جنات لنا بالفاتحة مع سلام صارف لغيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا على الذي وهبت للكتاب به كما كفيتني العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وليهب به الذي كنت أروم من المنى بلا عناء يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكن بالبشر يا ذا القدر وليهب ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خير عليه صلى الله بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبهتني تنبيه شاكر عليم باق إلي النفع قاد بعلوم لك علي الشكر من شعبانا وقبله وبعده قربانا صل صلاة لي تقود دركما قد فاتني تملأ قلبي حكما
مع سلام جاذب لي بركات ما اخترت لي تكين الحركات وسكناتي أكبر الرضوان بلا تزلزل ولا عدوان على الذي تسره حياتي وقدت لي بجاه الآيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم لدى عاداتي وبعده مواهب السادات وكتب لي اليوم وبعده رضا وكتب لي اليوم وبعده رضا في جملة الأعراض لاشكر غرضا أسكن عقائدي في التوحيد ولتحيي بي طريقة الوحيد والقول سدد والفؤاد نوره يا منزلا قد جدت لي بالسور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي يوم كتابتي لذا درا وياقوتا أداما في لذا من نقبل الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي من تريم بأن تصلي وأن تسلما عني على من بي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل به خطي يا شكور يا من له من انتهى شكور شكرا وهجا وولاية الرضا يا من وقاني العدا والمرضى في كل شهر واجعل الشهور لي عبادات حوت مهورا واجعل مكاتبي لديك يا جميل أعلى رضائك فعنك لا تميل لوجهك الكريم قد توجهت كتابتي يا من لديه نوهت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمضيتني بالحق ذا يقيني جملة ما لم ترضني يقيني لاشهد بتعظيمي وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وصل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي الصدق مع الوفاء والتقم النقد مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاح تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار سيري لك وقدت لي إلى الجنان فضلك وصنت لي سري في الدارين كما عصمتني من العارين صل بتسليم بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واحفظ بي الذكر ورد لي جميعا ما اخترت لي مع رضاك يا سميع واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد ولترني حقائق الأشياء يا متحفا بالدور والأفياء واجعل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا ليس يكون شبهك أوصلت لي اليوم وقبل اليوم وبعده سرا حما عن لومي أوصلت لي اليوم وقبل اليوم وبعده سرا حما عن لومي جددت ترك العود للتعظيم وكنت لي بالنصر والنظيم حقق لي الرجاء في تركي وفي أخزي بلا نقد ولا مخوف لي حقق الرجاء في كل لياد واجعل حياتي منك أفضل أياد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا اشكر وعلم ولتبارك أجبي وانفع بما يدوم أعلى عجبي وصل عني سرمدا وسلمي على وسيلة الشفيع السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وعندك اجعلها أجل خير
بلا نهاية وخلد ميري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كونت لي ما لا يرى لغيري فيك وفي القرآن ظرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واطرد به إبليس طردا لا يريم لغير ذاتي يا حفيظ يا كريم وعندك اجعلني ذا صلاح بلا تنازع مع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمتني اليوم وبعد اليوم من الشياطين وكل لوم صل بتسليم بلا نهاية عني على من قاد للدراية سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال واشهد لي الدهر بأني عنك وعنه راد ذا ازدياد منك زدني علما ورضا وأدبا يا من كفاني الشقاء والودبا وسعداك أبدا إلى سوى مضرتي سقهم لغير سوى وبي جدد الهدى هداك واشغل بغير جهتي عداك واشكر تضرعي يا سميع يا واحدا تنحو له الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكر صل وسلم يا إلهي عني على وسيلتي سبيل المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واشهد لي اليوم بكوني ماضيا لما تحب لي زد أغراضيا زدني توجها إليك برضا يا من كفاني العدا والمرضا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة كل ضر تصرف إلى سواي بسلام يصرف ما ساءني إلى سواي أبدا على الذي بشارتي قد أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ولتخرج الذي يسوءني بك في كل قلب ماضيا بجلبك لي ودفعك لغيري كلما يضرني إلى الجنان معلما لي ودفعك لغيري كلما يضرني إلى الجنان معلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمنتني من ضرر الخناس والجن والعدا معا والناس صل صلاة بسلام يكملان كل سرور وأمان يشملان على الذي قد حال بيني أبدا وبين من لي يجر كبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وأيس الذي يريد تعبي مني يا مزحزحا لمتعبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حققت للرجاء يا كريم يا من لديه كل معلوم صل صلاة بسلام يشهدان لي بفوز وشقاء يبعدان إلى سوى عقدي وقولي والعمل وللجنان لي يقودان الأمل إلى سوى عقدي وقولي والعمل وللجنان لي يقودان الأمل على الذي ينحو له مدادي مشيعا بالصدق والوداد على الذي ينحو له مدادي مشيعا بالصدق والوداد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل مدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا
صل صلاة بسلام يدفعان ما ساءني لغير ذاتي ينفعان كليتي في علن وسر لي يجودان بأعلى السر على الذي ترحو له قلامي بالمدح والصلاة مع كلامي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وامح به قصد اللغى لخطي يا من محى معايبي بالحط محوت أن يقصد خطي اللغى يا من ودادي للنبي بلغا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة ما عملت ترفع للعرش والكرسي يا من يرفع على الذي صفيت لي تفكري حتى غدوت في العدا كعسكري مع سلام نيتي يبلغ فيك وفيه كرما فتبلغ